حبيبي تسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول يوم رمضان وده وقت الفطار، فالناس عمالة توزع بلح وأنا مش عارف أودي البلحية اللي في إيدي فين. فاضل 10 دقايق على الفطار وأنا رايح أفطر عند والدي ووالدتي. الجو دلوقتي تحفة طبعا، أنا بحب أوي جو المغرب ده. بصوا الجري بقى. والدي على طول يحذرني من ساعة الفطار دي عشان بيقولي كله بيجري فيها زي المجنون، وده حقيقي يعني، ده حقيقي فعلا. ربنا يسترها علينا وعلى الناس كلها يا رب، وربنا يتقبل صيامنا ويتقبل منا صالح الأعمال ويتقبل منا ومنكم يا رب. بصوا اسكندرية، بصوا الرواقة، الله أحلى جو، ده أحلى جو بصراحة وأحلى وقت. ويا سلام بقى لو تفطر على البحر. انا بحب جدا ان انا في رمضان افطر على البحر، بس النهارده اول يوم فلازم افطر عند مع والدي ووالدتي واخويا وكده. السحور عادي، السحور بتسحر بره عادي، انما الفطار لا، لازم طبعا. انا اتحرمت من الفطار مع اهلي 16 سنة كنت عايشهم في الامارات، فكنت محروم من اللمة على الفطار دي، وكنت بقعد ايام افطر الساعة 10 بالليل، ماليش نفس. فبقى لوحدك، الفطار لوحدك دي كانت تصعب عليا نفسي جدا. من اكتر الايام اللي كنت بحس فيها ان نفسي تصعب عليا وانا مسافر هي رمضان. الساعة دلوقتي 6:10، فمتهيألي ان هو هيدن عليا، فخلاص مفيش داعي ان انا يعني اجري زيادة عن اللزوم. انا متهيألي ان هو بيدن اصلا، انا مش سامع من الخوذة والسماعات قافلة على وداني فمش سامع. انا حتى بيحصل لي مواقف ان مثلا ممكن حد يبقى بيكلمني وانا سايق وانا كنت مشغل اغاني مثلا، فهو عمال ينادي عليا وانا مش سامع اي حاجة. في زحمة الناحية التانية على الاتجاه اللي طالع على سربيش يعني في الوقت ده، وفي زحمة ليه كده؟ انا يعني بعتقد ان الوقت ده هو اقل وقت فيه زحمة. ايه كل ده؟ الناس دي مش هتفطر في بيوتها. ده الرادار بتاع سان ستيفانو، رادار ثابت، وفي ناس بتقول لي ان ده ما بيصوركش انت، يعني ما بيجيبش الارقام بتاعت الموتوسيكل. الصراحه مش عارف اتمنى ذلك يعني. هو انا في اول الفيديو قلت لكم كل سنه وانتم طيبين ولا لا؟ صدقوا مش فاكر، احتياطي كل سنه وانتم طيبين. ادي جليم باي اللي انا جيت اتسحر فيه امبارح ولقيته قفل، بيقفل الساعه 2. مكان لذيذ جدا للفطار وللسحور. انا ان شاء الله حاجه افطر هنا يوم مع اصحابي وابقى اصور لكم. بحب اجري على الكوبري ده بصراحه، انا بحب الجري على الكوبري ده. ما تقوليش يعني، بصراحه بحب الجري على الكوبري ده. مفيش كاميرا الحمد لله. الكاميرا بقى بتبقى محطوطه في الكورنر ده او هنا. الواحد فطر من هنا ووخم وعايز ينام من هنا. يعني انا نزلت من البيت بالعافيه، مع ان انا ما بفطرش جامد، يعني انا من النوع اللي هو لما اقعد ما اكلش كتير واجي مثلا افطر كده تلاقيني اكلتي بسيطه، بس اقل اكله تحسسني ان انا تقلت كده وعايز ان انا انام. كان نفسي ان انا انزل في وقت قبل كده عشان الدنيا ما تبقاش زحمه، بس هنشوف ايه الوضع دلوقتي، هل الدنيا اتزحمت ولا لا. دلوقتي الساعة 9:15. المفروض ان احلى وقت واروق وقت اللي هو بيبقى بعد الفطار على طول قبل الساعة 8 يعني. هنشوف بقى الدنيا دلوقتي في اسكندرية عاملة ايه، هل هتبقى زحمة ولا هتبقى لطيفة. كل الناس في الشارع تقريبا كل الناس في الشارع. الدنيا يعني عربيات كتير قوي، مش عارف الناس نازله تتفسح ولا ناس رايحه اشغالها
الوضع مش زحمة قوي يعني، بس لا في عربيات كتير على غير ما انا كنت متوقع. الجو حاليا جميل جدا جدا جدا، ما تتخيلوش قد ايه نسمة الهواء اللي موجودة لطيفة ومفيش حر خالص. وحاليا الجو مش ساقعة، الساقعة بتبقى بالليل بقى، بتبتدي بالليل. انما اللي حابب يجي اسكندرية دلوقتي هيستمتع جدا جدا جدا، لان بعد رمضان انا اتوقع ان الدنيا هتتزحم وهيبقى الجو بقى حر وكده. فاللي حابب يجي اسكندرية فصدقني شهر رمضان ده اروق واجمل وقت تيجي فيه السنة دي يعني، اللي هو الوقت بتاع الربيع ده. انما مجرد ما دخل العيد يا خرابي، احنا ما بنحبش الزحمة، احنا شعب رايق بنحب الروقان، فاحنا عشان كده بنحب الشتاء اكتر من الصيف. ده ايه الشريط اللي جه عليا ده؟ ده شريط فيديو. يا عم ما تخلع يا عم. ايه المزاولة دي بقى؟ حاجة عايز اقول لكم عليها، هوريها لكم دلوقتي، بس خليكم معايا ثانية واحدة هوريها لكم عمل ايه. انا واحد من الناس لما باجي مثلا امشي وسط عربيات، فانا بمشي بالطريقة اللي هوريها لكم دي. بس السكة فضيت مرة واحدة، فانا عايز اوريها لكم في حتة تبقى زحمة شوية. ومن الواضح ان انا لما حبيت اوريكم حاجة الدنيا فضيت. بس هتتزحم في الحتة الجاية دي. ده الدخلة بتاعت خالد بن الوليد دي على طول فيها أزمة، سبحان الله فضيت. مرزق أنا. بصوا مثلا يعني أنا ما بحبش الدخول ما بين العربيات لما الدنيا تبقى مزنوقة، يعني لما الدنيا يا لا حول ولا قوة إلا بالله، لما الدنيا تبقى مزنوقه، ما يعني حد فيكم يعدي. لما الدنيا تبقى مزنوقه وضيقه ما احبش ادخل انا وسط العربيات. ليه اربك نفسي واربك سايق العربيه؟ انا مش في سباق يعني. الفكره ان انا لما ببقى ماشي دايما بحاول امشي بين العربيات. ده مش عشان انا عايز اعمل غرز، هي الغرز ممتعه وليها وقتها، مش على طول الواحد بيكون ماشي بيعمل غرز. وطبعا يعني انا عن نفسي بعمل غرز بس بالراحه، مش متهور يعني. فالمهم انتوا يعني هتشوفوني دايما، او انا دايما بحب ان انا امشي تلاقيني ماشي ما بين عربيتين كده، مش وسطهم، مش داخل ما بينهم، بس تلاقيني ماشي ما بينهم كده. في ناس بتتضايق من الحركة دي وبتفكر ان بتوع الموتوسيكلات او اللي بيسوقوا موتوسيكلات بيعملوا كده علشان ياخدوا غرز وعلشان يدخلوا من ما بينهم والكلام ده. مش دايما. انا بس هفهمكم الفكرة في ايه. الفكرة ان انا لو انا ماشي ورا العربية كده انا مش شايف الطريق قدامي، لو في بلاعة العربية ممكن تعديها او تاخدها عادي جدا. اجي انا الاقي نفسي لبست في البلاعه وراها، والبلاعه دي مشكله بالنسبه لي لان انا الكاوتش بتاعي مش زي كاوتش العربيه، وانا ماشي على عجلتين مش على 4 عجلات زي العربيه. فانا يهمني دايما ان انا اكون شايف الطريق قدامي، فعشان كده دايما تلاقيني ماشي ما بين العربيتين، ما بمشيش ورا العربيه، ما بعتمدش على ان انا امشي ورا فردة العجلة بتاعت العربية زي ما ناس كتير بتعمل. انا ما بأمنش، لان ممكن اللي قدامي ياخد المطب عادي مش هيعمل له حاجة. انما انا بالنسبة لي انا لازم اشوف المطب عشان اقدر هل انا ينفع ان انا اخده ولا ما ينفعش. فعشان كده دايما هتلاقوني ان انا بمشي وسط العربيات، مش عشان اضايق العربيات ولا علشان اخد غرز. انا لو عايز اخد غرز هاخد غرز اي وقت، مش شرط ان انا ده افضل ماشي بالراحه. يعني الغرز ما تتاخدش على الهادي، اللي هو عايز ياخد غرز وكده مش بياخدها على الهادي، بياخدها وهو بيجري. فحتى انا في سواقتي العاديه هتلاقيني ماشي هادي وسط العربيات ما بين العربيتين
واخد النص ما بينهم ومش مخليهم يقفلوا عليا. لو حد فيهم هيقفل عليا بروح جاي مزود شويه بنزين اخش ما بينهم عشان ما يقفلوش عليا، عشان افضل كاشف الطريق. اتمنى ان الحاجه دي الناس اللي بتسوق عربيات تفهمها عن سواقين السكوتر او الموتوسيكل، ان البلاعات دي مؤذيه جدا بالنسبه لنا. في ايه؟ حادثه؟ اوبا، العربيه اتدمرت. يا رب ما يكونش بس في اصابات، استرها عليهم يا رب. ده حادثه ما بين اكتر من عربيه، لا حول ولا قوه الا بالله. وبكده نكون خلصنا فلوج النهارده. اتمنى تكونوا انبسطتوا بيه، واتمنى ان انا اكون بقدم حاجه ممتعه بالنسبه لكم وتستاهل انها تتشاف. فلو هي كده فعلا اعملوا لي لايك واكتبوا لي كومنت، قولوا لي ايه رايكم، وانشروا القناه مع اصحابكم. متنسوش برضو تعملوا سبسكرايب، واشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. مع السلامه.